بعد العيد دخل جميع التلاميذ للفصل. استدارت لهم المعلمة لترى ثياب العيد، فانبهرت بذوقهم في الملابس ورائحتهم الطيبة. لكن عند رؤية ريومادون انفجرت ضحكة وقالت: ريومادون، ما الذي ترتديه؟ تبدو كثمرة متعفنة وسط ثمار جيدة. فانحرج من كلامها وأدمعت عيناه من تحت النظارات. وبعد انتهاء الدرس ذهب مكتئبا ينتابه الشعور بالنقص أمام الآخرين. وفي الأثناء وهو في طريقه للعودة لمحته المعلمة وهي مارة بسيارتها، فصدمت مما رأته وبالمكان الذي يدخل إليه. فهو يسكن في بيت قديم وأمه مقعدة تحبو على ركبتيها رغم وضعها لتجهز القليل من الرغيف والطماطم للفطور. فأكملت طريقها وهي نادمة ومتحسرة على ما فعلته، وظلت في كل شهر تضع ظرفا من المال تحت بابهم لمساعدتهم بالخفاء حتى لا تحرج الطفل الذي أصبحت تعامله معاملة حسنة لتكفر عن ذنبها.